السلام عليكم الخوت، تحية لكم، تحية للجميع. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا صحة جيدة. اليوم صراحة جيت نتكلم معكم على واحد الموضوع مهم، اللي هو ابن الحاجة. ابن الحاجة هذا اللي كان في الجزائر، مع الوالدة نتاعو في لوبيطال. حاجة اللي كلشي كيعرفها، أخبار ديالها في العالم كامل، كلشي يعرف أخبارها، بأن كان عندها هبوط اضطراري، كانت مريضة في الطيران السعودي، هبطت في الجزائر. كما كنشوفوا، كما شفنا كاملين، المعاملة نتاع الإخوة الجزائريين والطاقم الطبي يعطيهم الصحة وتهلاو فيها ما شاء الله، ما خلاو ما داروا معها، قاموا بالإسعافات اللي خاصها دار ليها. ولكن كاين واحد الحاجة كنتأسفوا عليها، اللي ولدها منين مشى للمغرب ولا هضر شي هضرة اللي غير معقولة وغير مقبولة، وما كيمثلنيش أنا كمغربي مقيم بالجزائر، وما كيمثلش كاع المغاربة، لأن المغاربة حنا ماشي أصلنا نكار الخير. ميمكنش ان هاد الناس يديروا معاك قاع هاد الخير كامل. كما كتشوف انهم وقفوا مع الوالده نتاعك، الدوله كدوله جزائريه وقفت مع الوالده نتاعك، الطاقم الطبي كذلك هو مثال. شفنا الاخ الصحفي اللي جا فرحان بواحد الكليم تاع الزهور، وجايب معاه شي حاجه في يديه وفرحان من قلبه، فرحان باينه فيه الفرحه. تقول لك الحاجه وراه برات وغتمشي وخاصها هادي، المهم كتحس به فرحان. يعني قاعد المجهود كامل، وكاين ما خفي اعظم التعامل اللي تيكون مع الاخوه تما، اللي هو حاضر وشايف كلشي بعينه، وهو فمو صرح بانه انهم ما خلاو ما داروا معاه، ما شاء الله تهلاو فيهم، قاموا بالواجب. النهار اللي غتمشي ركبوه في الطياره، آه الطاقم الطبي والحمايه المدنيه والدوله الجزائريه كومبلي، يعني جاو ركبوه في الطياره بالشاريو. وشفنا التصفيقات في الفيديو في الطيران، يعني هذاك الشيء موثق بالفيديو. وكان معاه هذاك الصحفي، وفي اخر كلمه لابن الحاجه قال له: ما نساش هذا الخير اللي درتوه، حنا اخوه والحمد لله جبتي بالاخوه، وهادشي ما ننساش، هذا يكتب لكم في التاريخ. وفي الاخر يعني تمشي للمغرب وبدا تهضر هضره اللي غير معقوله. قال لهم: انا حشيت لكم، وانا يا هاد السياسه العسكر وما عرفت شنو تيخربق تما. جاب سياسة العسكر، وهذه حالة حالة إنسانية، وجاب الهضرة السياسة والتخربيق ديالك. أنا مفهمتش، أنايا راسي حبس، ضغط. أقسم بالله وحشمان من هاد الناس، لأني أنا سنين وأنا عايش في الجزائر، ما عمري شفت منهم كلمة العيب، وعمري شفت منهم شي حاجة، يعني كما نقول لكم، اللي كضر في الخاطر. لو كان انا شفت العيب، انا نهضر على راسي شخصيا، لا ابقى المغاربه اللي عايشين هنا في الجزائر شهر واحد ما نكملوش. كان الحمد لله راني في 11 سنه، كنتمنى الرساله ديالي توصل له بالذات هو. اخويا انا ما كتمثلنيش وما كتمثلش الشعب المغربي، لان في طبيعتنا في اصلنا ماشي نكارين الخير. كما كان الحال، داكشي اللي شفنا بعيننا هنا في الجزائر، قول اخويا الخير، قول كلام الخير، قول الحاجه اللي تعاملوا معاك، اللي داروا معاك، اللي وقفوا مع الوالدين ديالك، على الاقل قول كلام الخير من هذا المنبر. كنقول لك انا ما كتمثلنيش، ما كتمثل الشعب المغربي، والاخوه الجزائريين ما ياخذوش هذا الكلام بعين الاعتبار، حتى باش ما تكونش مشدد الكلاميه في التواصل الاجتماعي. حنا الحمد لله كنعرفوا خوتنا الجزائريين. وفي الخطاب الملكي نتاع البارح العرش، نائب العرش، راه هضر على الجزائريين وباليد الممدوده لفتح الحدود، وبزاف حوايج اللي كتفرحنا حنا كشعب. حنا بغينا الشعوب نعيشوا مع بعضياتنا. جي نتايا تمشي تا للمغرب وبدا تهضر هضره اللي ما عندها تما. كون كانت صحيحه نقول لك راه صحيحه، حتى تقول اي كلام ما نصدقكش بعد انا شخصيا، حيت انا عايش وشايف. قال لك: اللي مجال ما عرف حق رجال. تحيه لكم جميعا، ونتمنى من الاخوه الجزائريين ما يفهموش الغلط. راه الشعب المغربي كامل شاف بعينه. حنا كما كنقول واحد المثل: ماشي حوته وحده تخن الشواري.
الا كان هو موسخ في دماغه حنا ما نكونوش بحالو، حنا نقيين عليه. تحية للجميع. الحماية المدنية والطاقم الطبي الجزائري والدولة الجزائرية وسلطة وشعبا وكل شيء. تحية لكم من أخوكم مغربي مقيم بالجزائر.